ناس كتير قوي بتعتقد ان الكلاب ما عندهمش معده او ما عندهمش نظام غذائي، وانه اي حاجه بتديها لها لازم تاكلها. لا، هو ده غلط جدا، زيها زي القطط بالظبط. لازم نحافظ ان يكون الاكل بتاعها ما يكونش فيه زيت، سمنه، بصل، ثوم، توابل، اي بهارات من اي نوع، اي شوكليت، اي مواد حافظه، اي ايس كريم. الحاجات دي كلها غلط. نيجي للناس اللي هي كل ما ناكل ني كل ما الشراسه تعلى، كل ما الكلب يبقى عظمه ناشف اكتر. كل الكلام ده غلط جدا، غلط جدا جدا جدا. هتقولي ليه يا دكتور ما انا بديله جنيه كل شهر؟ برضو ملوش علاقه خالص. ولو جيتوا سالتوني ايه يا دكتور العلاج للحساسيه اللي بتحصل للكلاب دي، هقول لكم ان اهم حاجه خطوات العلاج دي ان احنا نمنع المسببات. يعني لو احنا ما بنستخدمش امبولات الحشرات، لازم نستخدم امبولات الحشرات دي باستمرار كل شهر. لو احنا بنستخدم اكل ني، لو احنا بناكل توابل، زيت، سمنه، بصل، ثوم، لازم نمنع كل الحاجات دي. لازم نمنع السبب الرئيسي بعد ما ندور عليه كويس قوي. ولو احنا بنرش معطرات عليه او بنرش برفيوم من البرفيومز بتاعتنا، برضو غلط جدا جدا، وبلاش نعمل كده عشان ده اللي بيعمل حساسيه. لو احنا بنمسح الارضيات بديتول، بلاش ان هو يجي يفرش جسمه عليها، عشان خاطر ده برضو سبب رئيسي في الحساسيه. ونمشي على العلاجات في مواعيدها مظبوطه عشان خاطر نعرف نلاقي نتيجه سريعه للموضوع ده معانا.